أصعب سجن ممكن الإنسان يعيش فيه هو سجن اللحظة الحلوة اللي فاتت، اللي عاش فيها راحة أو حب أو سلام واتعلق بيها كأنها هي المقياس الوحيد للسعادة، ومن يومها وهو بيحاول يعيدها يقلدها يرجعها، بس الحقيقة هي راحت. اللحظات الجميلة ما بتتكررش لأنها مش مشهد، دي حالة داخلية حصل فيها توازن ما بين قلبك والدنيا، لحظة ربنا أذن إنها تحصل ومشى بيها الزمن. ومش من حقنا إننا نحبس الزمن في نقطة معينة ولا نطالب ربنا إنه يرجع نفس الطيف تاني. المنحنى دايما بيتغير، وأوقات بينزل تحت لدرجة توجع، وأوقات بنفضل مستنيين اللحظة إنها ترجع، بس بدل ما ترجع اللي حوالينا بيختفي أو يتبدل أو حتى يسيب فينا فجوة سودة مش عارفين نملاها. بس الحل مش في إننا نرجع اللي كان، الحل في إننا نتحرك، في إننا نسمح للأشياء إنها تحصل. وكان في بيت شعر بيقول: دع كل شيء يحصل لك جميلا كان أو مريعا، فقط استمر بالحركة لا شعور يدوم. فالوجع يا صديقي مش هيدوم، الوجع هيمشي بس لازم تمشي معاه. الحلو هيفوت بس لازم تودعه بلطافة. اوعى تفتكر انك مش هتفرح تاني، انت بس لسه مربوط بحاجة فاتت. حرر نفسك من الذكرى اللي بتحاول تعيش فيها، من اللحظة اللي حولتها لمقياس، من الحنين اللي خنقك وانت فاكره بيدفيك. الفرح مش هناك ولا زمان، الفرح جاي بس مش هيجي لحد واقف مكانه. امشي ولو بخطوة واحدة كل يوم، سيب اللي كان وافتح قلبك للي ممكن يكون. بقولك ايه، هو انت لسه ما عملتش لايك ولا تعليق ولا شير يا راجل؟ ما ينفعش.